يا مساء الحلويات يا صديقي، ودلوقتي هشرح لك موقع ريلواي اللي نزلت لك بوست عنه الصبح. والموقع ده ممتاز جدا، وقدرت ان انا اثبت عليه نظام N8N بالكامل. وزي ما انت شايف كده هوريك الحاجات اللي انا عملتها عليه والمشاريع اللي انا عملتها عليه. اول حاجه عملتها هنا هو نظام حجز للعيادات. تمام، بيحل مشكله يعني مثلا ايه، ان انت بتروح ويكون في زحمه في العياده والكلام ده كله، فيقدر المستخدم ان هو يحجز من البيت. تمام، من خلال ان هو فورم بيملاه. تمام، بعد ما بيملى الفورم ده بيبدأ على طول يجي لك رسالة على تليجرام ان في مستخدم جديد، في مريض جديد سجل في الفورم. تمام، فخلينا نفتح الفورم كده. زي ما انت شايف هنا بقى بحط القيم، كل القيم بقى زي الاسم ورقم الموبايل واسم الدكتور. تمام، وتاريخ الكشف اللي انا حابب ان انا اكشف فيه، وكمان الوقت اللي انا حابب اروح فيه في العيادة. تمام، ممكن يكون في اكتر من دكتور في العيادة، فبحدد اسم الدكتور وكمان بحدد نوع الكشف اللي انا محتاجه. تمام، فخلينا نملى الفورم كله كده مع بعض. واول ما املى الفورم هدوس على سبميت اللي تحت دي، هيبدأ على طول يسجل كل البيانات اللي انا حطيتها، وهيجيلي رسالة انا كعيادة كأن انا العيادة كده. فهيجيلي رسالة بكل بيانات المريض اللي سجل، الاسم ورقم الهاتف والدكتور اللي هو اختاره والتاريخ والوقت، وكمان رقم الدور بتاعه كام، والملاحظات اللي هو حطها. تمام، فالنظام ده ممتاز جدا، عملته يعني نظام بسيط كده من N8N. وكل هنا ما ادوس على بيانات جديدة هيجي لي رسالة على تليجرام. كل ما طبعا مريض جديد او شخص جديد يسجل في الفورم ده هيجي لك رسالة انت كعيادة على التليجرام بالبيانات بالكامل. تمام، فانا هنا كنت بجرب بس، فالنظام اشتغل وتمام التمام. ده نظام عملته، وفي نظام تاني برضو عملته هوريهولك دلوقتي. ده النظام التاني ده بيساعد في حل مشكلة التعليقات المكررة. تمام، ايه هي مشكلة التعليقات المكررة دي؟ بيكون دايما عندنا على حسابات الفيسبوك دايما في تعليقات بتتكرر بشكل كبير جدا، زي مثلا كلمة تفاصيل او كلمة السلام عليكم او شكرا او الحاجات دي كلها دايما بتتكرر وبتاخد وقت كبير جدا منك علشان ترد عليها، وبترد بنفس الردود. فليه ما نعملش نظام أتمتة للتعليقات دي، بحيث ان هي نحطها مرة واحدة بس ونحط لها ردود معينة، الردود بتاعتها مثلا زي السلام عليكم وعليكم السلام مثلا. وحد بيسأل عن التفاصيل، مثلا لو بتبيع منتج او اي حاجة بتقول له مثلا بعت لك التفاصيل في الخاص او التفاصيل في التعليق الاول المثبت او هكذا يعني. فبتكون هي نظام تعليقات كده كده الرد بتاعها بيكون يعني بيكون رد واحد، وبيكون هو نفس الرد في كل مرة. فعملت نظام أتمتة لنفس النظام ده، وكان شغال وتمام وممتاز معايا. وطبعا ربطته بصفحتي على فيسبوك واشتغل وكان ممتاز جدا. فدي كده كانت نبذة عن المشاريع اللي انت تقدر تعملها على الموقع، واللي انت تقدر تنفذها من خلال نظام N8N نفسه. فالنظام ممتاز جدا جدا، وهسيب لك لينك البوست اللي انا نزلت لك فيه الموقع عشان تقدر تستخدمه. وبس كده، ده كان الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.